السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس كالمختار في البشر فهو ملء السمع والبصر، واحد التاريخ والسير أخرج الدنيا من الظلم. صلاة المولى يرعاه خصه بالفضل مولاه، هو خير الرسل والأمم. يا شهر رمضان ترفق، يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، وقلوبهم من ألم الفراق تشقق. عسى منقطع عن ركب الموصولين يلحق، عسى أسير الخطايا يطلق، عسى من استوجب النار يعتق. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان. كل عام وحضراتكم بخير. أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالأمن والأمان والسلم والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نلتقي بكم اليوم في ثاني حلقات برنامج أهلا رمضان، ألا وهي قد انتصف شهر رمضان. يسعدنا ويشرفنا فضيلة الدكتور أحمد خيري أحمد عبد الحفيظ، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. مرحبا يا شيخ إبراهيم، أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بخير، كرمكم الله. دكتور، يمكن في ناس كتير حاسة إن هم قصروا في أول رمضان والبداية ما كانتش زي ما كانوا يتمنوا، فالسؤال اللي بيشغل ناس كتير دلوقتي: هل ما زالت الفرصة قائمة إنهم يجتهدوا في الأيام القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا يعني فرصة طيبة أن أتيح لنا هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الشيخ إبراهيم، شرف لنا والله، أكرمكم الله ومع السادة المستمعين. يعني نسأل الله تعالى أن يكون لقاء خفيفا على قلوبهم وثقيلا في موازين حسناتنا يوم القيامة. السؤال هذا في غاية الأهمية. ليه يا عم الشيخ إبراهيم؟ لأن دائما وأبدا نحن نبدأ في رمضان بداية حماسية. البداية الحماسية هذه تكون في الأيام الأول من رمضان، ثم هذا الحماس يبدأ في أن يعني يقل شيئا فشيئا، ما إن ينتصف رمضان حتى يجد الإنسان أن البدايات التي بدأها وكانت بداية حماسية جدا في رمضان بدأت تتناقص وبدأت تقل، فيبدأ يتهم نفسه بأن يعني أنا لم أبدأ بداية صحيحة، لم أوفق. وللأسف كثير من الناس هذه البداية غير يعني الموفقة بالنسبة له أو غير الحماسية بالنسبة له قد تدعوه إلى أن يقصر في بقية الشهر، أو يعني ألا يكون في نفس المستوى الذي بدأ به العبادة. وهذا فيه جانب مهم لابد أن نلحظه، وهو إن من وساوس الشيطان أن يصل إلى الإنسان في هذه النقطة تحديدا، وأن يجعله يرمي نفسه بكل نقيصة حتى يتأثر بطاعته وعبادته. الله تبارك وتعالى يحب لعبده أن يأتي ما قل من الأعمال بشرط أن يداوم على هذه الأعمال. جميل. فأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ولا شك نحن نتعامل في 11 شهر قبل رمضان، يعني الطاعات فيها قليلة ومحدودة. يأتي شهر الخير وشهر البركات وشهر النفحات فيكثر الإنسان من الطاعة، لكن الإنسان لا يكون لديه الاستعداد الطبيعي، التدرج الذي يستطيع من خلاله أن يواصل الطاعة في شهر رمضان على نفس الحماس الذي بدأ به رمضان. لذلك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يستعدون لرمضان قبله بكم؟ ب6 أشهر كاملة. 6 أشهر كاملة يعني من منتصف العام قبل رمضان ب6 أشهر يبدأون في الاستعداد. والاستعداد هذا معناه إيه؟ معناه صيام حتى يتعود على صيام النهار، معناه قيام حتى يتعود على قيام الليل، معناه تهجد، معناه تلاوة القرآن، معناه كذا وكذا وكذا. فلما يأتي رمضان يستطيع أن يواصل هذه العبادة بهذا الشكل.
احنا بنقول لأي حد قصر في الأيام السابقة لا عليك، اجعل نصب عينيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا باغي الخير أقبل، واجعل هذا الإقبال في كل طاعتك وفي كل عبادتك. الحسن البصري رحمه الله تعالى، مش هنقول إن احنا قصرنا في النهاردة كام رمضان؟ النهارده في تصوير الحلقة ولا احنا النهاردة كام؟ 15 رمضان. 15 رمضان مثلا. طيب 15 رمضان، الحسن البصري رحمه الله لما قابله رجل مضى عليه كم؟ 60 سنة كاملة. 60 سنة كاملة. فالحسن البصري يعني قال له يعني أنت ابن كم؟ يعني عايش بقالك قد إيه؟ قال 60 عام. قال أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله تعالى توشك أن تصل. ففي نهاية الكلام الحسن البصري يقول الرجل يسأل الحسن البصري: ماذا أفعل؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما سبق. ده لو كان ما سبق ده في جانب الذنب. يعني لو كان ما سبق ده مش في جانب الطاعة القليلة، لا، ده لو كان ما سبق هذا الإنسان كان فيه على غير طاعة أصلا، فبالك إذا كانت هذه الطاعة وإن كانت قليلة. لا، هذه الطاعة القليلة نبني عليها ونحاول جاهدين أن نستثمرها في أن نجد ونجتهد فيما هو قادم إن شاء الله تعالى. بعد ما عرفنا يا دكتور إن الفرصة ما زالت مستمرة في أن نجتهد فيما بقى من شهر رمضان. نعم. لازم ولابد أن يكون عندنا استعداد مختلف تماما للنصف الثاني من شهر رمضان. حقيقة بالفعل. شوف، طبعا كتير جدا من السادة المشاهدين وأكيد حضرتك تبعهم برضو وأنا يعني قليل قوي، احنا بنستمع كورة طبعا. فعندنا حاجة اسمها الأدوار التمهيدية. تمام. الأدوار التمهيدية دي إيه؟ يعني لسه كده ممكن تتهزم أول ماتش، ممكن تتعادل تاني ماتش، وبمجموع النقاط ده يخليك تدخل الأدوار اللي هي بعد ذلك. والأدوار اللي بعد ذلك دي أهم كتير من الأدوار أهم من التمهيد. إحنا هنعتبر ما سبق في رمضان عبارة عن أدوار تمهيدية. الشغل كله والخير كله فيما هو قادم. ليه فيما هو قادم؟ لأن النصف الثاني من رمضان يعني يجتمع فيه كل الخير، ولذلك النهج النبوي الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر خاصة من رمضان. السيدة عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام تحكي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ماذا كان يفعل؟ كان يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فيه غيرها. يبقى عندي التسلسل الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام، هو في طول السنة مجتهد عليه الصلاة والسلام في طاعة وعبادة إعمالا لقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لكن في شهر رمضان أشد اجتهاد. طبعا يجتهد اجتهاد أشد، وبعدين يضاعف هذا الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. يعني يعتزل أهله، يشد مئزره، يوقظ أهله للصلاة. هذا كان فعله عليه الصلاة والسلام في النصف الثاني من شهر رمضان، لأن هذا الشهر الطيب المبارك النصف الأول منه مضى، النصف الثاني الذي بقي هو مجمع الخيرات والنفحات والبركات، فمن أساء فيما مضى أحسن فيما بقي، ويتعامل مع النصف الثاني هذا بتعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام الأمثل الذي كان يعني يعلمنا ويدربنا كيف نتعامل مع هذا النصف الثاني من رمضان. النصف الثاني من رمضان فيه العشر الأواخر. طيب العشر الأواخر دي يعني عشرة مباركة جدا جدا جدا، نحتاج فيها إلى مضاعفة العمل، نحتاج فيها إلى التفرغ للطاعة والعبادة. يقول لك ما أنا عندي مشاغل، يا سيدي فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى إحنا بنحاول قدر الإمكان قدر استطاعتنا. شوف الله تعالى قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فأنا يا رب عندي شغلي وعندي مشاغلي، أنا أقدر أعمل الشغل ده في وقت معين، لا يكلف الله نفسا طبعا، وعندي وقت فراغ، الوقت فراغ ده أنا هجعله لله تعالى طاعة وعبادة. الوقت القليل اللي أنا هقضيه مع الله تعالى في طاعة وعبادة الله تعالى يبارك فيه ويعطي لصاحبه الأجر مضاعفا إن شاء الله تعالى. جميل يا دكتور. نعم. مع اقتراب العشر الأواخر أكيد في عبادات يلزم المسلم
أن يهتم بها في هذه العشر الأواخر؟ بالتأكيد. العشر الأواخر هي العبادات فيها أو الطاعات فيها كما قلنا هي تحتاج إلى مضاعفة، تحتاج إلى اجتهاد أكثر، تحتاج إلى أن المسلم يقبل على الله تعالى بكليته. العشر الأواخر فيها بعض الأمور اللي هي مش موجودة في العشر الأوائل ولا حتى العشر الأواسط. يعني على سبيل المثال من أجل ما يتعامل به المسلم في العشر الأواخر ما كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من تحري ليلة القدر. دي ليلة هي يعني أحسن وأفضل وأجمل ليلة في ليالي السنة كلها، وحتى في ليالي رمضان. حتى العلماء كانوا يقولون يعني هل العشر في مقارنة بين العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل ذي الحجة التي لها فضل عظيم عند الله تعالى أيضا، فكانوا يقولون لا، العشر الأواخر من رمضان ليلها أفضل من ليل العشر الأوائل في من ذي الحجة. ليه؟ قالوا لأن فيها ليلة القدر. هذه الليلة التي أنزل الله تعالى فيها سورة كاملة من سور القرآن الكريم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. يتحرها الإنسان. طيب كيف يتحرها الإنسان؟ الله تعالى خبأها، والله تعالى عندما يخبئ شيئا هذا دلالة على عظم فضله، على عظمه وعلى فضله وعلى عطاءات الله تعالى فيه، كما خبأ ساعة الجمعة نعم وساعة الاستجابة وهكذا. فالمسلم يتحرى هذه الليلة، يتحرىها كيف؟ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. طيب هنلتمسها ازاي يا رسول الله عليه السلام؟ يعني تعمل وتجتهد. إذا عملت واجتهدت في العشر الأواخر فأنت لا شك أصبت ليلة القدر. طيب من أصاب هذه الليلة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه أجل طاعة يتعرض لها المسلم في العشر الأواخر من رمضان. تمام يا دكتور. بنسمع أن العشر الأواخر مختلفة ولها خصوصية، فعايزين نعرف ايه سر التميز بتاع العشر الأواخر. نعم. وكيف نستغل العشر الأواخر استغلالا صحيحا. جميل. خلينا نبدأ من آخر السؤال. يعني الخصوصية الموجودة في العشر الأواخر هذه لما فيها، وما فيها دي يعني كما قلنا فيها ليلة القدر، وهذه ليست في سائر السنة كلها، وبالتالي هذه الخصوصية تجعل لها هذه الأهمية. لكن خلينا نبدأ من آخر السؤال، إحنا نقدر نعمل إيه في هذه الليلة؟ طيب تعال نشوف ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنقل بين الطاعات والعبادات. جميل. يعني كل طاعة وكل عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعلها. لكن لما نجمع الأحاديث التي جاءت عن أفعال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعاملاته صلى الله عليه وسلم في رمضان، نجد التركيز على بعض الأعمال. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يركز على عمل معين خاصة في شهر رمضان، يبقى المسلم لابد يدرك أهمية هذا العمل. طيب أهم الأعمال التي كان يفعلها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان، أول شيء كان الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. جميل. ده يتمثل في أن سيدنا جبريل عليه السلام كان ينزل عليه يدارسه القرآن في كل رمضان مرة، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن كم مرة؟ مرتين. طيب ليه في رمضان بنعمل هذا الكلام؟ لأن رمضان هذا هو شهر القرآن، لأن رمضان هذا أنزل الله تعالى فيه القرآن، لأن قلب الإنسان لترك فضول الطعام وفضول الكلام هذا يجعله يعني في استقبال أمثل وأحسن وأجمل لكلام الله تبارك وتعالى. فأول شيء يفعله المسلم ماذا يفعل يعني يقرأ القرآن كثيرا، يستطيع أن هو يختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان مرات ومرات. يفعل هذا الأمر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا، والسلف الصالح كانوا يفعلون هذا، كانوا يتركون أعمالهم وكانوا يتركون
تدريس الفقه وتدريس الحديث والعلوم المختلفة، وينكبون على كتاب الله تعالى قراءة وتدبرا. الإمام مالك رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. الإمام الشافعي كان يختمه 30 ختمة، وهكذا. لماذا؟ لعلمهم بأفضلية هذا العمل، خاصة في رمضان وفي العشر الأواخر من رمضان. الأمر الثاني الذي كان يلتزم عليه الصلاة والسلام ويفعله مسألة كثرة العطاءات والصدقة في رمضان خاصة. الله. الأعمال هذه، شوف رمضان، بعض الصالحين يقولوا إن رمضان هذا تجربة نفيسة. الله تبارك وتعالى يضع الغني في مقام الفقير. أنت في رمضان تجوع لتحس بألم من يجوع طوال السنة. الله. أنت في رمضان تحرم من المباحات لتحس بهذا الذي يحرم منها طوال العام. هذا يجعلك تتذكر فضل الله تبارك وتعالى عليك، وتشكر الله تعالى على نعمه، فتعطي. شكر هذه النعمة التي أولاك الله تعالى إياها أن تعطي منها وأن تنفق منها. الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أحسن المال عندك تصدق وأعطي وأري الله تعالى بنفسك خيرا. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقرأ هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكان يحب أوي السكر، فكان يتصدق به ويقرأ هذه الآية الكريمة. يبقى أفضل عملين في العشر الأواخر نعملهم قراءة القرآن، ثم الصدقة، مع ما قلناه سابقا من تحري ليلة القدر. نعم. طبعا يا دكتور، مع وصول العشر الأواخر بيرتبط بالعشر الأواخر سنة من أعظم السنن، وقل من يحرص عليها، ألا وهي سنة الاعتكاف. نعم. كيف نحيي سنة الاعتكاف؟ يعني أحسنت يا شيخ إبراهيم في هذا الأمر، لأن شوف مسألة إن قليل من الناس يحرصون على هذه الطاعة وهذه العبادة، هذا يعود إلى ظروف العصر. جميل. حضرتك مرتبط بعمل وأنا مرتبط بعمل. طيب، علشان أنا أخذ مثلا 10 أيام أجازة من العمل، أو حضرتك أو غيرنا، علشان يعتكف، ده في مشقة على الناس. طبعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا يعتكفون. لكن شوف لما تقرأ للفقهاء وعلمائنا الأفاضل في مسألة الاعتكاف، ترى إن الهيئة التي كان يعتكف عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، من استطاع أن يفعلها فهو الأفضل والأحسن والأجود. طب من لم يستطع، هل يحرم الخير؟ لا يحرم الخير. وبالتالي الجزء من الوقت الذي يجلسه الإنسان في المسجد، لو أنه وهو داخل المسجد قال دعاء الدخول، ثم قال نويت الاعتكاف مدة بقائي في المسجد، فإن الله تبارك وتعالى يعطيه بفضله يعني أجر هذا الاعتكاف في المدة التي قضاها في المسجد. لكن الاعتكاف بمعنى المكث في المسجد ولزوم المسجد فترة معينة في رمضان، استنانا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، هذا أمر وسنة من السنن الموجودة في رمضان. ورسول الله عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذه السنن. معناها أن يمكث الإنسان في المسجد، لا يخرج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة، وبقاؤه في المسجد لأن المسجد مكان الطاعة ومكان العبادة، فكأنه يعني يكون دائما يحكم عن الانشغالات. طبعا يحكم عن الانشغالات الخارجية، وبالتالي يعني يكون اهتمامه الأكبر وشغله الشغل الطاعة والعبادة. كل إنسان يستطيع أن يعتكف مدة معينة حتى ولو كانت وجيزة، يفعل هذا الأمر، وينوي بذلك أن يصيب سنة من سنن المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا دكتور، مع اقتراب ختام شهر رمضان، ربنا يعود عليك الأيام بخير إن شاء الله بإذن الله، مع ختام موسم الطاعة والشهر الكريم، يختم هذا الشهر بعبادة أو بطاعة، ألا وهي زكاة الفطر. نعم. إيه أهمية زكاة الفطر؟ ومين اللي يخرج زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراجها قيمة؟ وإيه وقت زكاة الفطر؟ وفي نقطة مهمة، هل يجوز إخراجها من الآن؟ جميل.
طبعا شوف ما شاء الله احنا عمالين نتنقل من طاعة لطاعة ومن عبادة لعبادة، وده كله في شهر واحد، يعني 30 يوم. وده يدلك على قيمة وعظمة هذا الشهر الطيب المبارك. احنا بنختم هذا الشهر بطاعة، احنا عمالين نتنقل من طاعة لطاعة. آخر حاجة هنعملها في شهر رمضان إن احنا هنخرج ما يسمى بزكاة الايه؟ بزكاة الفطر. زكاة الفطر هذه أهميتها تكمن في ما يعطاه الفقير أو المسكين والنفع يعود عليه وحده. لا، ده النفع هذا نفع للمعطي ونفع للآخذ. الآخذ يحتاج هذه النفقة لحاجته، لنفقته، لمؤنته، لأموره الحياتية، يعني من الآخر عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يتعالج، عايز يتعلم، فبينتفع بهذا الكلام. وبعدين في ملمح آخر، ده خلي بالك، ده الشرع بيقول للفقير أنت هتاخد لحد ما تكون من الأغنياء الذين تجب عليهم أصلا الإيه؟ الزكاة. لأن هي الزكاة تجب على من؟ زكاة الفطر تجب على من؟ على من ملك قوت يومه وليلته وبقي معه ما يزيد على ذلك بمقدار صاع. والصاع ده عبارة عن إيه؟ عن 4 أمداد، يعني الحفنة دي بكف الرجل المتوسط 4 كده، دول اسمهم إيه؟ اسمهم صاع. يعني بالميزان المعاصر بتاعنا بيكون تقريبا 2 كيلو 400 جرام، 2 كيلو ونص، في الحدود دي يعني. طيب، شوف الحديث يقول فيه النبي عليه السلام كما في الحديث قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم. طهرة للصائم يعني ايه؟ يعني الصائم هو عمل طاعات كتير، بس في حاجات ايه؟ وقعت منه. فلما يجي يدفع هذه الزكاة، هذه الزكاة تطهره تطهير لماله، تطهير حتى لعمله الذي قام به في ايه؟ في رمضان. يبقى طهرة له من الايه؟ من اللغو والرفث. طيب، وطعمة لمن؟ للمساكين، يعني المسكين يطعم ويأكل، وكذلك المعطي يعني ينتفع من هذه الصدقة انتفاعا كبيرا، لأنها طهرت إيه؟ طهرت ماله. هذه الصدقة المفترض كما نص عليه الفقهاء أن يكون إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. آخر يوم في رمضان بعد ما تغرب الشمس نبدأ نطلع الإيه؟ الزكاة. لحد إمتى؟ لحد قبل ما نصلي إيه؟ قبل ما نصلي صلاة العيد. طيب، واحد يقول يا مولانا ظروف العصر تقول إن لو كل الناس طلعت الزكاة في الوقت ده، طيب إزاي وهنقدر نصل للفقراء والمساكين إزاي؟ خاصة مع التوسع العمراني الموجود ومع كثرة الناس. الكلام ده ممكن كان في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء معروفين وقليلين ونقدر إن احنا نوصل لهم في ساعة زمن. نقول له لا، شوف الاختلاف الفقهي هنا رحمة وفيه سعة. بعض الفقهاء يقولون لا مانع من إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. جميل. لا، ده بعض الفقهاء كمان قالوا لا مانع من إخراجها من أول رمضان. يبقى أنا ينفع دلوقتي في 15 رمضان أبدأ أطلع زكاة مالي، مفيش مانع على رأي بعض الفقهاء. عايز أخرها لحد يوم 26 27 28 رمضان، ده يكون أحسن كمان، خاصة لو أنا هودي الزكاة للفقراء، يعني لفقراء بأعيانهم أنا أعرفهم كويس وأقدر أوصلها لهم. تأخرت عن ذلك وأخرجتها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، خلاص برضو مفيش مانع. بس لو أنت هتوكل حد في إخراج الزكاة، أنا هدي الزكاة بتاعت الجمعية خيرية أو هديها لحد بيوزع، أديله مساحة من الوقت أو أديها له بدري شوية علشان يقدر يتصرف في هذه الزكاة. طبعا هي بتجب على كل أحد، كل حي تجب عليه الزكاة، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. حتى بعض الفقهاء قالوا يستحب إخراجها عن الجنين. يعني لو واحد متزوج زوجته حامل، طبعا هو لا يجب، لأن هو مش من الإيه، لسه لم يولد. أيوه. لكن بعض الفقهاء يقول هذا من المستحبات، إن فعل ذلك فحسن، وإن لم يفعل فلا بأس عليه. يخرجه عن إيه؟ عن الجنين. كل واحد بيخرج صاع، عن الواحد فقط صاع. يعني لو واحد عنده أسرة مكونة من زوج وزوجة وولدين مثلا، يبقى عندي كام صاع؟
4. إيه الصاع الواحد زي ما اتفقنا كام؟ 2 كيلو. عبارة عن إيه؟ عن 2 كيلو ونص عن الشخص الإيه؟ الواحد. يخرجها من غالب قوته. طيب غالب القوت هطلعها رز، هطلعها فاصوليا، هطلعها فول، هطلعها قمح، هطلعها شعير، كويس. أنا والله في المدينة هنا وعايز أطلعها إيه؟ فلوس. هذا الكلام جائز؟ طبعا جائز، وضرورة العصر هنا تقول بأنه يعني قد يكون هذا هو الأحسن. الفلوس أفضل، يعني أن الفلوس تكون إيه؟ تكون أفضل، لأن يعني الفقير والمسكين لما يأخذ هذا الشيء، يأخذ منك أرز، ويأخذ من هذا أرز ومن هذا أرز، ويكثر عنده هذا الأرز، هو يحتاج إلى أن يبيع شيئا منه لينفق على بقية أغراضه. هو عنده مش أكل بس، ضروريات الحياة الآن مش أكل بس، ضروريات الحياة علاج ومدارس وملابس ومواصلات ودروس وإلى آخره. فلما يأخذ من هذا النقد ويأخذ من هذا الحب، يبقى جمع بين الأمرين، وبالنقد يشتري إيه؟ يشتري كل شيء. حتى عندنا يعني مذهب وسط قاله ابن تيمية وابن القيم، قالوا بأن يعني إخراج القيمة للفقير والمسكين يعني إذا كانت في مصلحته فهي أولى. فاحنا بناخذ بهذا الرأي، وبناخذ برأي السادة الأحناف الذين جوزوا إخراج القيمة، وهو الأولى للفقير والمسكين في عصرنا هذا. جزاك الله كل خير يا دكتور. بارك الله فيك. ويعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يختم بالصالحات الباقيات أعمالنا، وأن يعيد علينا هذه الأيام يعني أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في أحسن حال وأروى بال. ويعني نسأله كما يعني سألنا هذا الخير لأنفسنا لشعوب المسلمين أجمعين، أن تحيا هذه البلد الطيبة في أمن وأمان وسلم وسلام، وسائر بلاد المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. شكر الله تعالى لكم. تشرفتنا ونورتنا يا دكتور النهارده. أحسن الله يعزك. تم الكلام وربنا المحمود، وله العلا والمكارم والجود، وعلى الحبيب محمد صلواته ما لاح قمر وأورق عود. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور أحمد خيري أحمد عبد الحفيظ، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف، على ما تفضل به علينا من نصح وإفادة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات. نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.